السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ما نبدأ الدرس ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم. النهارده باذن الله عندنا الدرس الثاني، تطبيقات النسبة والتناسب، الصف الاول الاعدادي. وطبعا اول حاجة من تطبيقات النسبة والتناسب عندنا هي مقياس الرسم. طبعا احنا قبل اي حاجة بندخلها لازم نفهم يعني ايه مقياس الرسم. قال لي والله ان مقياس الرسم دوت قال لي مقياس الرسم، قال لي هي نسبة تقارن بين البعد في الصورة أو النموذج إلى البعد في الحقيقة. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا لو جيت قلت لك وليكن عندنا شخص اسمه أحمد، صور أخوه، تمام، صورة، فأخوه طلع في الصورة طوله 5 سنتيمتر. أصلا أخوه في الحقيقة طوله 120 سنتيمتر. فاحنا هنا عايزين نقارن بين البعد في الصورة أو النموذج إلى البعد في الحقيقة. يبقى هو ده المقصود بتعريف مقياس الرسم، هي نسبة تقارن بين البعد في الصورة أو النموذج إلى البعد في الحقيقة. وهنا بنعملها برضو في صورة نسبة وتناسب، بنيجي نقول مثلا الطول في الصورة أو الطول في الحقيقة إلى الطول في الصورة، وبنعمل نسبة وتناسب. مثلا هو طوله في الحقيقة واحنا قلنا كام؟ 120 سنتيمتر، وطوله في الصورة كام؟ 5 سنتيمتر. يبقى هنا نسبة تقارن بين البعد في الصورة أو النموذج إلى البعد في الحقيقة. قال لي تمام. وقال لي هنا مثلا أنا لو حبيت أعرف مثلا، إحنا عارفين إن ال5 سنتيمتر هو صورته في الصورة 5 سنتيمتر وفي الحقيقة هو 120 سنتيمتر. طب لو أنا عايز أجيب السنتيمتر الواحد كام سنتيمتر في الحقيقة؟ بسيطة، أقسم ال 120 على 5 يديني ال 24، وده معناها إن كل سنتيمتر يعادل 24 سنتيمتر في الحقيقة. يعني كل سنتيمتر في الصورة يعادل 24 سنتيمتر في الحقيقة. فده تعريف مقياس الرسم، هي نسبة تقارن بين البعد في الصورة أو النموذج إلى البعد في الحقيقة. قال لي والله إحنا عندنا تعريف مهم جدا جدا، هو أو قانون مهم جدا، هو قانون مقياس الرسم. قانون مقياس الرسم. قلت له إيه هو القانون؟ قال لي قانون مقياس الرسم. قانون مقياس الرسم قال لي يساوي شرطة كسر الطول في الرسم على الطول في الحقيقة. يبقى أنا عندي القانون ده مهم جدا جدا جدا، لأن ده اللي إحنا هنحل بيه المسائل. قانون مقياس الرسم. يبقى القانون ده مهم ولازم يتحفظ عشان نحل بيه. لما اجي اقول لك ما هو قانون مقياس الرسم تقول لي بيساوي الطول في الرسم على الطول في الحقيقه. لان احنا ان شاء الله الوقت لما نيجي ناخد مثال هقول لك او اديك مثال اقول لك اوجد لي مقياس الرسم، فانت هتجيب لي من مساله تجيب لي الطول في الرسم وعلى طول الحقيقه، يبقى انت جبت لي مقياس الرسم. او اعكس لك، اديك الطول في الرسم واديك مقياس الرسم واقول لك انا عايز الطول في الحقيقه، ساعتها طرفين في وسطين واجيب مقياس الرسم. طب تعالى ناخد امثله عشان نفهم الكلام ده. تعالى ناخد مثال علشان نفهم. بيقول لك إذا كانت المسافة بين مدينتين 80 كيلو متر والمسافة بينهما على الخريطة 4 سنتيمتر، أوجد مقياس الرسم لهذه الخريطة. يعني بيقول لي إن في خريطة، تمام، وبيقول لي إن على الخريطة ديت في مدينتين، وليكن هنا مدينة وهنا مدينة. قال لي المسافة بين المدينتين 80 كيلو متر والمسافة بينهما على الخريطة، دي خريطة في ايدي، فالمسافة بين الاثنين دولت
قال لي 4 سنتيمتر. أوجد مقياس الرسم. خلاص، وليكن دي المدينة ألف ودي المدينة ب. تمام، هو عايز مقياس الرسم. طب تعال نكتب القانون. إيه هو قانون مقياس الرسم؟ قانون مقياس الرسم قانون مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم أو الطول في الصورة، مش هتفرق، على الطول في الحقيقة. تمام. الطول في الرسم هو مديهوني كام؟ الطول في الرسم يعني الرسمة دي، هو مديني الطول بكام؟ ب4 سنتيمتر، يعني هقول له يساوي 4 سنتيمتر. تمام. والطول في الحقيقة هو قال لي إن المسافة بين المدينتين في الحقيقة 80 كيلو متر، يبقى 80 كيلو متر. تمام، يساوي. هو أنا ينفع أقسم سنتيمتر على كيلو متر؟ لا طبعا ما ينفعش، سنتيمتر سنتيمتر أو كيلومتر كيلومتر. فتعال نحول ال 80 كيلو متر نخليها بالسنتيمتر. بص، خلاصة القول على طول، لو حبيت أحول من كيلو متر لسنتيمتر أضرب في 100,000 سنتيمتر. تاني، للتحويل من كيلو متر إلى سنتيمتر أضرب في 100,000 سنتيمتر. أضرب في 100,000 سنتيمتر. تمام. تعال نضرب ال 80 كيلو متر في 100,000 سنتيمتر. تعال نشوف. أدي ال 4 سنتيمتر زي ما هم. أضرب ال 80 في 100,000. امسك الآلة، اضرب 80 في 100,000 يديك ب8 مليون. يبقى ال4 على 8 مليون. امسك الآلة بتاعتك، اقسم 4 على 8 مليون، هيطلع لك 1 على ال2 مليون. يبقى إذا النسبة هنا بين الصورة وفي الحقيقة 1 إلى 2 مليون. يبقى دوت مقياس الرسم اللي هو طالبه لك. يبقى المسألة بسيطة، أوجد مقياس الرسم لهذه الخريطة، كتبنا القانون، عوضنا، طلعنا في الآخر. أنت هنا لحد هنا برضه صح. ولو قال لك اكتبها لي، طبعا عشان تطبيقات النسبة والتناسب فلازم تكتبها لي بالنسبة والتناسب، تبقى 1 إلى 2 مليون. وناخد مثال كمان عشان نفهم. تعالى ناخد مثال كمان. بيقول لك مثال: صورة مكبرة لحشرة، إذا كان طولها الحقيقي 5/10 ملم وطولها في الصورة 7.5 سنتيمتر، أوجد مقياس الرسم. طب ما تعالى نرسم كده ونشوف. الرسم مش مهم، عادي ممكن تحل على طول، بس عشان خاطر نفهم كده. تمام. لو جينا مثلا عندنا وبقول لك صورة مكبرة لحشرة، معناها إن دي صورة وهنا مثلا ولتكن الحشرة. تمام. فبيقول لك إذا كان طولها في الحقيقة، يعني الحشرة دي طولها أصلا في الحقيقة 5/10 ملم. تمام. وقال لي طولها في الصورة، يعني دي الصورة طولها في الصورة كام؟ 7.5 سنتيمتر. أوجد مقياس الرسم. تعال نكتب قانون مقياس الرسم. إيه هو قانون مقياس الرسم؟ تمام. قانون مقياس الرسم بيساوي الطول في الصورة أو في الرسم، مش هنفرق. تعال نكتب قانون مقياس الرسم. قانون مقياس الرسم بيساوي الطول في الصورة على الطول في الحقيقة. تمام، حلو أوي.
مقياس الرسم هو عايز ايه؟ مقياس الرسم. تمام، يبقى مقياس الرسم اهو يساوي الطول في الصورة. الطول في الصورة هو مديوني بكام؟ ب7.5 سنتيمتر. تمام، 7.5 سنتيمتر. حلو. والطول في الحقيقة، هي طولها في الحقيقة كام؟ 5/10 مليمتر. تمام. أنا هنا مش هينفع أقسم 7.5 على 5/10. ليه؟ لأن ديت بالسنتيمتر ودي بالمليمتر. طب نعمل إيه؟ نحول السنتيمتر للمليمتر. تعال. طب إزاي أحول السنتيمتر للمليمتر؟ أضرب في 10. يبقى عشان نحول مثلا السنتيمتر للمليمتر أضرب في 10. تعال نضرب. لو جينا قلنا يساوي 7.5 ضربناها في كام؟ في 10/5. تمام. 7.5 في 10 ب75. دي بقت كام دلوقتي؟ بقت بالمليمتر، وهنا 5/10. تمام. يساوي، هنا بقت بالمليمتر وهنا بالمليمتر، يبقى كده أقدر أقسم 7.5 على 5/10 مليمتر، يعني فيها الكام؟ 150. طبعا احنا عايزين نحطها في صورة تناسل. احنا بنتكلم عن تطبيقات النسبة والتناسل، واحنا عارفين ان 150 كأنها على كام؟ على واحد، يعني بسطه مقام ايه هو ب. تمام. دلوقتي احنا كده نقدر نحطها في صورة نسبة وتناسل. يبقى ساعتها اقول له من 150 الى 1. في حاجة عايزك تعرفها. اذا كان مقياس الرسم، دي حاجة مهمة، بيقول لك اذا كان مقياس الرسم اكبر من 1. تمام. وايه تاني؟ ولو كان اصغر من 1. لو كان مقياس الرسم أكبر من 1، فإن مقياس الرسم يكون للتكبير. ولو كان مقياس الرسم أصغر من 1 بيكون للتصغير. يعني إيه مقياس الرسم أكبر من 1 للتكبير وأصغر من 1 للتصغير؟ لأنك لما تيجي تاخد مثال، هناخد مثال زي دوت مثلا، ويديك المثال وبعد كده يقول لك وبين اذا كان للتكبير او للتصغير. تمام. انا امتى اقول مثلا ده للتكبير وامتى اقول للتصغير؟ لو انت جبت مقياس الرسم وطلع معانا بالشكل دوت، يعني 150 على 1 او 150 الى 1، دوت بيبقى اسمه للتكبير. تمام. طب المثال اللي فات لو انت فاكره، كنا احنا خدناها كام؟ كنا خدناها 1 إلى 2 مليون، لو أنت فاكر المثال. من 1 إلى 2 مليون ده بسميه للتصغير. أنت فهمت لما أجي أقول لك، لما أديك مثال وأديك مثال زي دوت وأقول لك بقى بين إذا كان للتكبير أم للتصغير. لو كان، وعشان نسهلها، لو الرقم الكبير كتبناه الأول يبقى للتكبير، الرقم الصغير كتبناه الأول يبقى للتصغير. هنا لما قسمنا ال 75 ملم على 5/10 ملم طلعت لي 150، واحنا عشان نكتبها في صورة تناسب بنسبة وتناسب عملنا 150، واحنا عارفين ان هي بتبقى على كام؟ على 1. فكتبنا ال 150 الأول إلى 1. فبيقول لك لو كان للتكبير ولا التصغير، خلاص الرقم الكبير كتبناه الأول يبقى للتكبير. المثال اللي فات كان 1 على 2 مليون، يعني الواحد كتبنا الأول 1 إلى 2 مليون، فده ساعتها كتبنا الرقم الصغير الأول يبقى للتصغير. وطبعا ده مثال يا بطل، جرب مع نفسك. بيقول لك المسافة بين مدينتين على الخريطة 3.2 سنتيمتر، والمسافة الحقيقية بينهما 64 كيلو متر. يبقى ديت المثال في الصورة ودي في الحقيقة. أوجد مقياس الرسم وبين إذا كان للتكبير أم للتصغير. بعد كده عندنا حاجة اسمها كيفية إيجاد الطول الحقيقي أو الطول في الرسم. طبعا عشان نفهم الكلام ده هناخد مثال.
بيقول لك إذا كان مقياس الرسم على الخريطة هو 1/500,000 وكانت المسافة بين مدينتين على الخريطة هي 3 سنتيمتر، أوجد المسافة الحقيقية. عرفت معنى الكلام ده؟ إن هو دلوقتي خلاص كنا في الأول نطلب منك مقياس الرسم، تكتب لي القانون تقول لي مقياس الرسم الطول في الرسم على الطول في الحقيقة. دلوقتي لا، احنا عكسنا، احنا دلوقتي عدنا عايزين الطول في الحقيقة أو الطول في الرسم. فالمثال دوت هو عايز الطول الحقيقي أو المسافة الحقيقية. الحاجة دي نعمل إيه؟ نكتب القانون، احنا ما عندناش غير القانون، فتعالى نكتب القانون. قانون مقياس الرسم، نقول مقياس الرسم يساوي ايه؟ قانون مقياس الرسم الطول في الحقيقة أو الطول في الصورة، قصدي الطول في الصورة، معلش، الطول في الصورة أو في الرسم على الطول في الحقيقة. تمام. هو دلوقتي عايز مننا ايه؟ عايز الطول في الحقيقة، احنا عايزين ده. تمام. تعالى ناخد المعطيات اللي هو مديها لنا في السؤال نعوض بيها. تمام. هو دلوقتي بيقول لي مقياس الرسم، بيقول لي إذا كان مقياس الرسم هو 1/500,000، يعني مديني مقياس الرسم. فتعالى نكتب مقياس الرسم، نشيل مقياس الرسم ونعوض بالقيمة، يعني 1/500,000. تمام. حلو. بيساوي الطول في الصورة، هو مديني الطول في الصورة، مداني بكام؟ ب3 سنتيمتر. 3 سنتيمتر. حلو. على الطول في الحقيقة، ده احنا عايزين الطول في الحقيقة، يبقى نكتبه الطول في الحقيقة. تمام. حلو. عايزين نجيب الطول في الحقيقة، نعمل ايه؟ نقص ده في ده على ده. تمام. يبقى الطول في الحقيقة، نقول له الطول في الحقيقة بيساوي الطول في الحقيقة بيساوي شرطة كسر ده في ده على ده، يعني التلاتة في 500,000 على واحد، أو 3 في 500,000 على كام؟ على واحد. تمام. 3 في 500,000، 3 سنتيمتر 500,000 على واحد بمليون و500,000. امسك الآلة اضرب 3 في 500,000 هيطلع لك، والواحد تحت في المقام عادي ملوش لازمة. 3 في 500,000 يعني بمليون و500,000. تمام. حلو. مليون و500,000 إيه؟ سنتيمتر. تمام. هو عايز المسافة الحقيقية بين المدينتين. هو المسافة بين المدينتين بالسنتيمتر ولا بالكيلومتر؟ طبعا بالكيلومتر. ليه؟ احنا بنتكلم في الحقيقة، لو في الصورة بالسنتيمتر يبقى انت كده صح. طبعا في الصورة مش هيبقى مليون و500 ألف سنتيمتر، بس احنا بنتكلم لو عايز مثلا في الصورة. احنا دلوقتي احنا بنتكلم في الحقيقة، في الحقيقة يعني بالكيلومتر. تمام. لو عايز احول من سنتيمتر لكيلومتر اعمل ايه؟ مش احنا قلنا للتحويل مش احنا قلنا للتحويل من الكيلومتر للسنتيمتر بضرب في 100,000؟ ايوه. حلو. طب لو العكس، انا عايز من السنتيمتر للكيلومتر، يبقى اعمل ايه؟ يبقى اقسم على 100,000. تعالى نقسم المليون و500,000 على كام؟ على 100,000. هتساوي 15 كيلومتر. لو قسمنا على ال100,000 يطلع لنا بكام؟ ب15 كيلومتر. يبقى إذا المسافة الحقيقية بين المدينتين 15 كيلو متر. وناخد كمان مثال أخير، بيقول لك إذا كانت المسافة بين مدينتين 24 كيلو متر فأوجد المسافة بينهما بالسنتيمتر. ركز، هو عايز المسافة بالسنتيمتر على الخريطة مرسومة بمقياس رسم 1/400. خلاص، تعالى نكتب القانون. قانون مقياس الرسم، يبقى قانون مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم أو الطول في الصورة على الطول في الحقيقة. تمام. هو هنا مديني مقياس الرسم بكام؟ أهو. وقال لي الخريطة مرسومة بمقياس 1/400,000. أعوض
أشيل مقياس الرسم وأحط مكانها 1/400,000، 1/400,000. تمام. بيساوي، هو عايز الطول في الرسم، ليه؟ بيقول لك أوجد المسافة بينهما بالسنتيمتر على الخريطة، يعني هو الخريطة هي وعايز المسافة بينهم على الخريطة. تمام. المسافة على الخريطة احنا عايزينها، يبقى نقول له نكتب مثلا المسافة على الخريطة. تمام. ومديني الطول في الحقيقة. إذا كانت المسافة بين المدينتين 24 كيلو متر، يعني هنا اكتب له 24 كيلو متر. تمام. تعالى نعمل طرفين في وسطين، بس خلي بالك هو عايز هنا المسافة بالسنتيمتر، وانا عندي هنا اصلا 24 كيلو متر، واحنا اتفقنا ما ينفعش نقسم او نضرب سنتيمتر في كيلو متر كده. تعال نحول الكيلو متر ونضربه في السنتيمتر. خلاص، يبقى من كيلو متر لسنتيمتر اعمل ايه؟ اضرب في 100,000. ما خلاص اتفقنا، قلنا من كيلو متر للسنتيمتر بنضرب في 100,000، والعكس صحيح، من السنتيمتر للكيلو متر بنقسم على 100,000. خلاص احنا عايزين من كيلو متر لسنتيمتر، يبقى نضرب في كام؟ في 100,000. يبقى نضرب ال 24 في كام؟ في 100,000. تمام. حلو. تعالى يلا نعمل طرفين في وسطين. احنا عايزين نجيب المسافة على الخريطة، يبقى ده في ده على ده. يبقى نقول له المسافة، المسافة على الخريطة يعني بتساوي شرط الكسر، ده في ده على ده، ده في ده على ده. يبقى 1 في 24 في 100,000 على كام؟ على 400,000. امسك الآلة بتاعتك، اكتب 1 في 24 في 100,000 على 400,000، يديني 6 سنتيمتر. أو ممكن تعمل طريقة تانية أظرف، لو أنت عشان خايف تتلخبط في حكاية الضرب أو خايف تنسى إنك تحولها بالسنتيمتر، اشتغل عادي من غير ما تحول. يعني مثلا خليها 24 واشتغل، واضرب 1 في 24 على 400,000، والناتج اللي يطلع لك اضربه في 100,000 يديك الناتج. وبس كده نكون انتهى الفيديو. يا رب تكونوا استفدتم. ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم، واشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.